هي لا شك ان المسيره التركيه الحاليه من الواضح جدا انها تحاول ان تتصدر العالم الاسلامي وتكون في راس القاطره التي تقود هذا العالم. هل هذه الرؤيه صحيحه؟ هي حاضره في السياسه الخارجيه التركيه باعتبارها انها هي الراعيه لمصالح المسلمين وحتى الاقليات الاسلاميه او المضطهدين من المسلمين في مختلف اصقاع الارض؟ نعم، يعني تركيا طبعا كحزب العداله والتنميه في تركيا دوله علمانيه، دوله باي معنى علمانيه، دوله علمانيه تكون محايده للاديان ومحترمه لكل الاديان كلها. طبعا تعريف العلمانيه كما تعلم يختلف، وكان يختلف في تاريخ تركيا ايضا. سأسألك عن العلمانيه التركيه تحديدا، يعني ناتي نتحدث عن الان السياسه الحاليه. اكيد تركيا تبحث عن محور جديد مع كل العالم الاسلامي، وليس بالضروره ان يكون بقياده تركيا. نحن نتمنى أي دولة تسعى لهذا الأمر، تسعى لوحدة الأمة. تركيا جاهزة لأن تكون معها، تساعدها في هذا الأمر أو يساعد بعضهم بعض. ليس بالضرورة أن يكون، لا نحسد بعضنا بعض بسبب هذا. يريد أن يكون قائد هذا في الأمة في عهد عندما كانت القدس تحت احتلال الصليبيين في عهد نور الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي. يعني كنا نرى لماذا كان استمرار الاحتلال بسبب الامراء المسلمين كانوا يتنافسوا مع بعضهم بعض عشان لا يكون عندما واحد يقترب الى فتح القدس الاخرون كانوا يمنعوه عشان لا يكون قائد الامه. خليه هو يكون. اهم شيء هي تحرير القدس. نحن جاهزون، من يريد ان يحرر القدس نحن وراءه جيش. انا كنت شخصيا ياسين أقطاي انا جيش لمن يريد يحرر القدس، ولو تكون المملكه السعوديه، ولو تكون ايران، ولو تكون تركيا طبعا، ولو تكون مصر، والله سندعوها. إذن لا تعتقد أن هناك صراع على الزعامة في العالم الإسلامي؟ لابد أن لا يكون صراع. أول شيء لابد أن نكون الأهم هو تحرير القدس. أهم شيء تحرير الأمة، وجعل من الأمة أمة واحدة، أن تكون تعتصم بحبل الله جميع ولا تتفرق، ويكون يسعوا إلى الخير، وليس بالضرورة أن تكون محاربة ومقاتلة للغرب. يعني لا نعطي رسالة للغرب نحن سنكون هنا وحدة ضدكم، لا يعني. ولكن للأسف الآن تشتت العالم الإسلام يعني يعطي عدم يعطي التجاهل والموقف تجاهل لما يجري في بلاد الإسلام من سفك الدماء في سوريا، في ميانمار، وفي كشمير، وفي ليبيا، وفي يمن. لا أحد يهمه. شوف ما جرى في أوكرانيا، كل الناس، كل الغرب حسوا هذا دم المسيحي، دم المسيحيين يسفك، وكلهم استقبلوا المهاجرين بطريقة هؤلاء من أهلنا من البلاد. ولكن السوريون يهاجروا وينزحوا، لا ينزحوا ولا يجدوا ملجأ إلا بتركيا. طيب، هذه الطريقة في التفكير وهذه الرؤية للعالم الإسلامي تقودنا للحديث عن فكرة الخلافة الإسلامية لدى حزب العدالة والتنمية. هل هذه الفكرة ولو على المدى البعيد حاضرة في الذهنية التركية وتحديدا حزب العدالة والتنمية، أو حتى فكرة تطبيق الشريعة على المدى البعيد حين تزال كل العوائق من أمام حزب العدالة والتنمية؟ الخلافة الإسلامية لا يوجد أي أجندة وأي مخطط أمام حزب العدالة والتنمية تعيد الخلافة الإسلامية بسبب ولكن تريد لا في الخفاء ولا في العلن. يعني في من يقصد من هذا خلافة إسلامية، ولكن هذه خلافة أكثر من خلافة أو أقل من خلافة. نحن نبدأ من أدنى درجة، نتوحد كأمة واحدة، نكون نسعى لأن نتوحد. لأن شكل الخلافة الإسلامية في المستقبل كيف تكون، أو في هذا العهد كيف تكون، أكيد لن تكون كما كانت سابقا، كما كانت ألغيت في أحد ما ألغيت، ولكن ستكون في حسب الظروف وحسب المعطيات وحسب الحاجات في حالنا الآن وفي المستقبل. تطبيق الشريعة طبعا أنا أختلف من تطبيق الشريعة. أول شيء تطبيق الشريعة هو إقامة العدل واحترام لحقوق الإنسان. احترام حقوق الإنسان، هذا مفهوم الشريعة لديكم؟ مفهوم الشريعة. مقاصد الشريعة من أهم مقاصد الشريعة والحفاظ على أمن الإنسان، على العقل، على الذهن، على الدين، على العرض المسلم والإنسان. ليس بالضرورة أن يكون مسلم. نحن نرى في عالمنا الإسلامي الذين يعني يدعوا في دساتيرهم في حقوق في الشريعة، دين الدولة الإسلامية، دين الدولة، ولكن لا نرى اتباع واهتمام بحقوق الإنسان للأسف.
طيب دكتور، الحديث عن الشريعة يقودني بالضرورة بالحديث عن العلمانية التركية. في عام 2011 زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، وفي ذلك الوقت نصح الإخوان المسلمين بأن يقيموا دولة علمانية. هذا الأمر أغضب الجماعة واعتبروه تدخلا في الشؤون الداخلية للبلد. ما هو مفهوم العلمانية لدى حزب العدالة والتنمية؟ وهل لديهم تعريفهم الخاص للعلمانية؟ هل لديهم نموذجهم الخاص للعلمانية يمكن أن نسميها العلمانية الإسلامية؟ كان في سوء الفهم بين الطرفين. يعني طيب أردوغان ما نصحهم بالعلمانية، نصحهم أن لا يخافوا من العلمانية. العلمانية ليس شيء سيئة كما تعلم، وحتى يمكن تكون لكم اقتراح بأي معنى، لأن العلمانية كان لها تجربة في تركيا، لا سيما حزب العدالة والتنمية وما شعبية حزب العدالة والتنمية كان لها تجربة جدا مسيئة وسيئة مع العلمانية. ولكن عملنا نوع من التعديل في مفهوم العلمانية في تركيا. العلمانية في تركيا كانت تفهم منها دين بديل للأديان. يعني في تركيا عندما شخص يقول أنا علماني ما كان يقول أنا علماني بمعنى يعني طيب أردوغان كان يقول الفرد لا يكون علماني، ليس بالضرورة الفرد يكون علماني. العلماني هي نوعية الدولة، نوعية الحكومة، ليست نوعية الشخص، نوعية الفرد. الفرد يكون منحاز إلى الدين، هذا الدين وهذا الدين، هذه الفلسفة، ولكن ليس بالضروري حتى لا ما عليه أن يكون علماني. العلمانية هي صفة الدولة ليست صفة الفرد. وللأسف العلمانية كانت متشددة وكانت تعادي الأديان كلهم، وكانت تمارس في تركيا لتحديد الحريات الدينية. الناس عندما ما كانوا يمارسوا الإسلام، وحتى عندما كانت تتحجب أي مرأة في الجامعة أو في العمل كانت تنتهك العلمانية، مبدأ العلمانية. وأين كانت العلمانية؟ كانت في بريطانيا أو في أمريكا، هي ضمان لتطبيق الحرية وممارسة الدين. كيف تكون في تركيا؟ لأن تركيا ترجمت العلمانية في تركيا ترجمت من فرنسا، لم تترجم من بريطانيا ومن أمريكا. النموذج الفرنسي هو علمانية معادية للدين، وهي دين بديل للأديان. هذا ما هل بالنسبة لكم نموذج العلمانية البريطانية مقبول؟ النموذج البريطاني طبعا للعلمانية ليس بعيد عن الأمريكية، والأمريكية مقبول طبعا. وتركيا تابعت هذا المفهوم وقالت الانحياد للأديان، الانحياز للأديان، حياد للأديان.